يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم خياتي امهاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم مليحه. وقت اللي تدخل عليكم هاد لا فيديو نرحب بكم كامل كيما راكم وحده بوحده. مشتركاتي جدد نقول لكم مرحبا بكم خياتي، نورتوا القناه. مشتركاتي القدام نقول لكم انتم اغلى واعز خياتي على قلبي. وقبل ما نبداو اكيد نقولوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. هنايا الروتين تاع اليوم خياتي فيه شويه في دارنا وشويه في داري. هنايا كنت رايحه لدارنا، كان الزوج جالي على غفله بالجمعه، قال لي يلا تروحي نديك طلي على داركم. وانا بما انه الدخله قربت ودارنا بعيده، الطوموبيل ما كاش، ما باش نروح لازم نكري طوموبيل لازم. قلت له لا غير مكان لا، باسكو داير حسابي الدخله قربت ومع المصاريف وكامل. قال لي لا راني جبت طوموبيل من عند صاحبي، يلا نديك طلي على داركم. وكما كان الحال صح، رحت لدارنا، ما رحتش بكري، رحت على غفله قلت لكم بالخوف. لبسنا ورفدنا وليداتنا ورحنا. وصلت العشيه لدارنا هنايا بالجمعه. صوت ميمتي ربي يحفظها وربي يطول في عمرها، ومرت خويا ثانيك ربي يحفظها، صوتهم هنا مجدين لي الطعام بالمرقه، انا نحبهم اصلا يديروا بالجمعه منين ذاك يديروا طعام منين ذاك لا. وانا يا والزوج نحبوا بالجمعه لازم يكون طعام. يبا وجدوا لنا الطعام كما راكم تشوفون ما شاء الله. فطرنا في دارنا وتعشيت في دارنا بت، وغدوه من ذاك عاودت رجعت لدويرتي اللي هي ستار تعاري. كنا وصلنا السبت، قلت لكم مر المغرب. عاد وصلنا للدار، ايام ما درت والو، مع كنت عيانه مع بنتي صغيره. راكم عارفين الدراري كي يفواياجي ويتعبوا بزاف. اما لا وصلت درنا غير حاجه خفيفه كليناها، ما طيبت ما والو، خليت كلش كيما راه. ومن بعد قلت لهم نريح وغدوه صباح ربي يدير لها حل. وهنايا كنت نط لحد الصباح بكري لشغلي كيما العاده والعوايد. نط انا كانت عندي كسوه تاع وليداتي، راكم عارفين الذراري كل يوم الصيف البدله يوسخوا، هذه هي الحاله كيما هكا. نط انا درت الكسوه في الماشينه باش نغسلها. وكما شفتوا خياتي السائل هذاك راه ديجا عنده واحد 15 يوم ولا راه مازال ما كمليش، راه نافعني سيرتو لي طاج تاع الذراري. هنا كسوه تاع ولادي كانت فيها لي طاج بزاف، درت قد ثلاث باشن منه تاع باش ينحي لي لي طاج. المهم كنت درت الكسوه تنغسل، ورحت جبت البياد نتاع الفارينه والسميد وكامل كملولي. ايا جبت قلت نغسلهم هكا هاكم عارفين، واحد فيه طاشامن واحد طاشامن، لازم كل مره نقصوا على رواحنا ونقيو حاجه. جبت هذوك البياد كامل راني نقي فيهم نغسلهم، وراني كيما يقول لك يد هنا ويد لهيه مع الكسوه مع البياد هذوك مع الفطور مع خمل في الدار غير بشويه. هذه هي المراه لازم تكون شاطره وتكون تعرف كيفاش تنظم وقتها وتخدم شغلها. بالنسبه للتعليقات خياتي راني نقرا تعليقاتكم بالواحد، وراني عارفه كل وحده واش قالت لي الموضوع اللي قالت لي هضري لي عليه، ولا مثلا اعطيني نصيحه ولا. خياتي راكم كامل في راسي، برك اصبروا عليا. هذه السمانه تفوت بما انه رانا في التحضيرات تاع الدخول المدرسي، وباذن الله تعالى راح نجاوب كل وحده خلات لي تعليق، راني درته في راسي كما يقول لك وخذيته بعين الاعتبار. راح نجاوبكم كامل خياتي، برك قلت لكم خلوا لي غير هذا الاسبوع باذن الله يفوت نكمل تحضيرات الدخول المدرسي، ومن بعد باذن الله نجاوب كل وحده فيكم. واللي وصلت هنايا ومازال ما دارت ليش جام، نقول لك حبيبتي يلا غير تفكري اجري حطي لي هذاك الجام باش تكملي لا فيديو. واللي اول مره تشوف قناتي نقول لك اختي وحبيبتي ان شاء الله تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. يلا خياتي الجام ما تنساوهاش، راني كامل نشوف فيكم وحده بوحده. وقولوا لي تعليقاتكم هذيك الشابه اللي كما قلوبكم الزينه. والله العظيم يا خياتي كي نولي نقرا في هذوك التعليقات نحس روحي بلي راني معاكم وراني نسمع في هذيك الهضره من عندكم. تعليقات بزاف شابه ويفرحوني ما تامنوش. ربي يجازيكم كل خير. اي وحده راهي تخلي لي كلام طيب نقول لك ربي يجازي كل خير وربي يفرحك وربي يعطيك كاع واش راكي متمنيه ان شاء الله بربي. المهم خياتي هنايا ثانيك في هذا الروتين كان الزوج جاب لي الخضره، تما خليت حتى كملت كامل الكسوه وشللتها ونشرتها باش ما تبقاليش. الحاجه اللي ديروها خياتي ما تخلوهاش باغ اكزومبل شللتي الكسوه نشريها مشي تخليها حتى ومن بعد ساعه ولا ساعتين باش تجي تنشريها. الكسوه نشفت دخليها ثاني وروحي طبقيها باش تهني منها.
المهم الحاجه اللي ديريها فطرتي هذوك الماء ما تخليهمش من موراك، غسليهم باش تهني منهم. الحاجه اللي ديريها ما تخليهاش تلقى خوتها، لازم تتهني من كل حاجه، انت تربحي صحتك، تربحي وقتك، تربحي كل شيء. وانا قلت لكم كان الزوج جاب لي الخضره وانا كنت نستف فيها غير بشويه، يا حليل الزوالي ويا حليل الشهر. على بالكم على حسب ما كي جاب هذا الخضره وقال لي زعما كل حاجه شحال دير، خلاص اللي عنده شهريه 3 ملايين ونص 4 ملايين تما ما كاش كيفاه. كرشو يا ربي يشبعها في هذا الوقت اللي رانا فيه. الله المستعان، ان شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم اجمعين، وربي يرزقنا كامل من حيث لا نحتسب. جميع واحد كما يقول لك شهريته قليله مع الوليدات مع الاخر، ان شاء الله ربي يرزقكم من واسع ابوابه يا رب العالمين. تخيلوا هنايا خضره زعما نورمال كيما الفلفل راكم تشوفوا فيه، ماشي ذاك الفلفل اللي بان الله الله. هنايا كان الفلفل قال لي شريتوه 15000 للكيلو، ما على باليش جاب واقيل 2 كيلو باسكو راهي اكثر من كيلو، جاب نورمالمون 2 كيلو. الطماطم دوك تشوفوها، الطماطم هذه زعما تاع هذا الوقت مهما كان ما زلنا في الصيف وما زالت سخانه، نورمالمون يبيعوها على الاقل 5000 على الاقل 6000. لا الطماطم جابها لي قال لي 15000 للكيلو، جاب قيس 20000 وكان غير مليحه. نصها بالك صرت واحد الخمس حبات ولا ست، هذوك تشوفوا هنا دوك نوريها لكم، نصها واحد الخمس حبات ولا ستة كامل حاشاكم خامجين. ايبا خليتهم على جهه ومن بعد غسلتهم ونحيت منهم هذيك اللي مليحه نحيتها واللي ماشي مليحه رميتها. الكورجات 16000 للكيلو، جاب لي غير 2 حبيبات اون كان نسحقهم للطعام. انا هذا واش نديرها كي راهي غاليه ما نديرها حتى في حاجه اباغ الطعام. زروديه 8000 للكيلو. البصل التالي قال لي 4000 للكيلو، هو زعما اللي رخيص كامل فيهم. البطاطا جابها لي ثاني 6000 للكيلو. هنا البصل والبطاطا كنت ديتهم خرجتهم برا البالكون. البطاطا قال لي 6000 للكيلو. الدنجال شراه 6000 للكيلو. الخيار 16000 للكيلو. وزاد شيء اللي خلاني قلت وعلاه تروح تجي فيها وعلاه. سلطه 20000 للكيلو، جاب راس تاع سلطه ما على باليش حاس تقاملو. انا المره اللي فاتت كانت بنتي توحشت سلطه تاع الحشيش، قالت لي ماما قول بابا يجيبها. هذه المره قلت كل ما جبتهاش خلاص، جبت لها راس تاع سلطه كليتو. دوكا راه الصيف غير خيار وطوماطيش وبصل، طوماطيش وبصل وحدهم، خيار. المهم باه كان يفوت الواحد في هذه السخانه، بصح قلت له ما تجيبليش انا سلطه تاع 20000. قال لي معليش جبت غير واحد وخلاص. لفت جاب ثاني كرطل، ما قال لي هذاك نسيت شحال، وجاب لي 2 ربطات تاع السلق وربطه معدنوس وقصبر. تما بالك هذه كامل والله ما على بالي حسبوا شحال اللي بخلي قلت لكم. بالك راهي هنايا الخضره غير هذه اللي راكم تشوفوا فيها بلا فاكهه بلا والو، راهي بالك في 250000. الله المستعان، ان شاء الله ربي قدرنا اجمعين. كرشنا وما خلاناش نشبعوها يا حفيظ، كرشنا الكرش الواحد دوكا. على بها لازم كل ام تكون شاطره، تكون تحاول. خلينا انا راني نهضر مع الناس اللي كيفيه، الناس اللي الدخل تاعهم متوسط، الناس العاديين، الناس اللي عندهم وربي مقدرهم وربي يبارك لهم في رزقهم، هذوك عادي يا اختي انتي صرفي كيما حبيتي ودبري امورك كيما حبيتي. انا راني على الناس اللي كيما انا، لازم تكوني شاطره، لازم تقتصدي، لازم انتي ثانيك ديري الحيله، تكوني حيليه مع قضيانك مع وليداتك. انا ندير حاجات اقتصاديه وجد بسيطه، ماشي بسيطه وجد اقتصاديه. المهم نفرح روحي نفرح وليداتي وبحاجه قليله يا اختي على حساب الغلا اللي رانا لازم تكوني شاطره بزاف وتكوني اقتصاديه. هذه يا خياتي. وبغي ثاني كنقول لكم على واحد الموضوع يا خياتي، بما انه الدخول المدرسي قرب، كونوا فاطنين يا امهات يا اولياء، كونوا فاطنين. شوفوا الوقت راه صعيب بزاف، هالوقت اللي رانا فيه قوات بزاف للظاهره تاع التحرش الجنسي. ما تقوليش لا وانا في جهتنا ما كاش هاك، ما تقوليش كامل وما تامنيش الذري وما تامني حتى انسان. بالنسبه للذري اللي يقراو في الابتدائي، اذا تقدروا تقدري تدي ولادك وتجيبيهم، هذيك حاجه شابه وحاجه مليحه وفيها الف خير. ادي وليداتك وجيبيهم على عينيك. اذا ما تقدريش الله غالب وصي وليداتك، فهميهم وشنو هو التحرش،
هذه حنا كشغل كاين اللي تجيهم كشغل عيب ما يفهموش وليداتهم، لا فهميهم في كل شيء. بالك ويعيط لك واحد بالك يقول لك هكا، بالك فهمي كطفله كطفل، فهميهم مليح. بالنسبه لبناتنا ولا ولادنا اللي يقراو في السيام، خاصه البنت دي من عندها التوقيت يا امهات، ما يغفلوكمش بناتكم، دي من عندها التوقيت تاع بنتك ولا روحي انت جيبيه من عند الاستاذ ولا الاستاذه، باسكو كاين اللي من داك تقول لها شوفي التوقيت كيفاش، بصح تعطي لامها ولا باباها تعطي لهم التوقيت كشغل بالغلط. راني نسمع واحد القصص على بالكم من المخ تاعكم ما يتقبلهمش. طفله تاع 13 عام 14 عام 15 عام واش دير ما تتخيليش، باسكو على هذا كامل جا الصحبه تاعها اللي مش مليحه، عدم المراقبه، لازم ما تامنيهاش، لازم انتيا روحي جيبي التوقيت تاعها باش تعرفي بنتك عليها تدخل وعليها تخرج. الناس اللي في الليسي ثانيك ما تقولوش راهم كبار وراهم يعرفوا، لا انا نتبع بنتي، انا نتبع ولدي، نراقبهم. لازم كلش تكونوا فاطنين معاه باش وقت واحد اخر انت بنتك ما تتحطمش وولدك ما يتحطمش وانت ما تندميش وتقولي خلاص او صرا كذا وصرا كذا وانا واذا، ما تقعديش تلومي في روحك. لازم تكوني فاطنه من بدايه العام، تكوني فاطنه وليداتك على عينيك، تديهم وتجيبيهم. اذا ما تقدريش نوصيهم ونوصيك شي واحد يشوفهم لي. قلت لكم تاع الصيام ثاني ما تامنوهمش، لازم تجيبوا التوقيت نتوما. ما كاش بنتك تقولك انا درت هاك. شوفوا راني نقول لكم فيها كمن اخت الاخت الاخواتها. كون ما شفتش بزاف قصص فاتوا عليا ما نحكي لكمش كامل هذا الهضره. قلت لكم 13 تشوفوها سامه بالحجاب ولا بالجلباب ولا تقولوا لا بنتي عاقله والو. انا قلت لكم فاتوا عليا بزاف قصص كي من هكا تشوفيها ما شاء الله، بصح تشوفي صحاباتها ولا الخلطه تاعها وين داتها ما تامنيش تدخل لدارهم تقول لك يماها ولا باباها تقول لك ايه ما شاء الله بنتي من الصباح وهي تقرا، من الصباح وهي تتعب، من الصباح وهي غلقه على روحها. ما تامنوا حتى واحد. كونوا فاطنين يا امهات، الوقت اللي رانا فيه لازم تطيروا مع الطيور، تكونوا متفطنات. المهم ربي ان شاء الله يصلح لنا كامل وليداتنا، والفطنه وكما يقولك لازم تجي من عندكم انتوما، من عندنا احنا كأمهات وكآباء. هذه هي خياتي الموضوع اللي بغيت نهضر لكم عليه، وبغيتكم برك تكونوا فاطنات في هذا الموضوع. كملت انا كامل استفت هذيك الخضره وجدت كامل، كملت وجدت الفطور وكاع، ورحت باش ندير لكم واحد الوصفه بزاف شابه. هي بريوش تاع سنيوه بصح تحسبوه مسكوتشو، خاصه كي يصبح ويقعد الغدوه من ذاك ما شاء الله. شوفوا خاصه مليحه كالوليداتنا، وكما هضرنا على الاقتصاد وكامل حاجه بزاف تفيدنا وبنينه في نفس الوقت. حطيت انا كاس تاع الحليب، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، 5 مغارف تاع السكر، اللي تحب السكر شويه حلو بزياده دير 8 مغارف. انا حطيت 5 كاس تاع الحليب، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، 5 مغارف تاع السكر، ومن بعد خليتهم 5 دقائق، غطيتهم 5 دقائق وعاودت رجعت ليهم. درت اقل من نص كاس تاع الزيت، اقل من نص كاس، تحت النص شويه. ونروح نزيد معاكم هنايا ما كانش عندي لافاني، درت المبشور تاع القارص، درت 2 مغارف صغار، جات فيها ريحه بزاف شابه خاصه كي كان يطيب. وهنا الملح نص مغرف صغيره تاع الملح، ونخلطهم ثاني غير شويه بالفوي. قلت لكم وصفه بزاف سهله اقتصاديه بنينه لوليداتنا. لازم نتحايلوا مع الغلا، لازم نكونوا مقتصدات في ديارنا. ودرت الكاس الاول تاع الفرينه، ووحده تاع خماره الكاطو، وحده تاع خماره الحلوى. هنايا الفرينه خياتي تدي لكم 3 كيسان غير ربع، معناتها 2 كيسان، والكاس الثالث يكون غير ربع ولا 3 كيسان كاملين على حساب الفرينه تاعكم. انا هنا دات لي الفرينه جايه شويه تشرب، درت 2 كيسان معمرين، ودرت كاس يا ربي ناقصين منه 2 مغارف. المهم كاس غير ربع، الكاس الثالث درت كاس غير ربع. وتبداو تخلطوا بالمغرفه تاع حطب هكا ولا مغرفه عاديه ولا بيديكم كيما تحبوا. المهم تحبي ما تدخلش يدك كامل. هذا ما كان خياتي. الفرينه قلت لكم ردوا بالكم 3 كيسان. لا كانت الفرينه ما تشربش، اذا كانت الفرينه تشرب تدي لكم 2 كيسان. نتوما الكاس الثالث ما ديروش على ضربه، ابدا يديري نص كاس، ومن بعد ابدا اذا شتي ذاك هو ناقصه شوي زيدي لها هذاك الربع، اذا شتيها مازال شويه كملي الكاس الثالث كامل. المهم نتوما راكم شوفوا القوام تاع العجينه انا كيفاش جاتني، راكم تشوفوا وعينك هي ميزانك. المهم هي ما تفوتش 3 كيسان، 3 كيسان ما تفوتيهاش. درت شويه تاع الزيت في يديا
ولميتها غير شويه هكا بيديا، نغطيها ونخليها تخمر. هنا راهي سخانه بزاف، انا ما داتليش الخمور بزاف. لا كان في الشتاء والحاله بارده ديروها فوق باسينه تاع الماء سخون باش بالخوف تخمر لكم. هنا كانت عاود رجعت ليها انا 20 دقيقه، عاود رجعت ليها صوتها ديجا خمرت لي. جبت السنيوه تاعي اللي فيها الطول والعرض تاعها فيها 30 على 25، هذه هي السنيوه 30 على 25، وبديت نخبز فيها عادي، نخبزها ونروح نخليها تخمر لي. ثانيك خليتها خمرت هنايا ثانيك واحد 20 دقيقه، وعاودت رجعت ليها باسكو راهي سخانه، ودرتها طيب. شعلت لها من تحت كي حمرت من تحت زدت لها من الفوق. شوفوا ما تخلوش تتحمر بزاف باسكو راح نديروا لها كاش عفسه من الفوق. تحبي دير لها معجون ونوات كوكو ولا، بصح من الاحسن دير لها شيكولا. راكم عارفين على حسب الذراري يبغوا شوكولا بزاف، الدراري ماذا بيهم على الحاجه تاع الشوكولا باش ياكلوها. وطبعتها هنايا واش درت شوكولا، شيت باطه تاع بريما ولا لينا ولا مينا، المهم هذوك الباطات النورمال، ديت منها نحيت منها غير 3 حبات، وليداتي كانوا حابين ياكلوهم، وباطه كامله نحيت منها 3 حبات وقطعتهم هكا صغيورين. ومن بعد زدت لهم 3 مغارف تاع الحليب يكون سخون بزاف، هذا مكان. وخليت هذاك البريوش حتى برد لي مليح، حطيت فوقه هذيك الشيكولا هذيك ما تبقاش يابسه، من بعد راح تطرى تجي ما شاء الله تبقى الطريه ما تيبسلكمش. وفرغتها كامل فوقها، ستفتها، وكان عندي غير شويه تاع الكاوكاو هذاك الملون درته من الفوق. تحبوا ذرذروا نوات كوكو ولا اي حاجه عندكم. جا بزاف شباب، انا كنت نقطع وناكل، جا ما شاء الله خفيف ريشه، خاصه كي صباح لي كي صباح تحسبوه مسكوتشو، جا ما شاء الله تفرحوا به وليداتكم كي يجوا من القرايات. ما من نتوما سيرتو مع قهوه حليب، يجي بزاف شباب مع قهوه حليب. هذه هي لا فيديو تاعي خياتي، جربوه وما راحش تندموا. ونقول لكم خلوا لي تعليقاتكم المشجعه الجا، ما تنساوهاش، ربي يفرحكم. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله تعالى. وما تنساوش حبيباتي بارطاجيو هذا الفيديو مع كامل الناس اللي تعرفوا. ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.